والله الاتحاد وضعه في البطولة الآسيوية تاريخيا كان دائما متفوق على الفرق الإماراتية. طبعا الاتحاد صعب المراس على أرضه بين جمهور الغفير. إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة لصالح الاتحاد بإذن الله. ما في خوف، لكن الاتحاد قد إن شاء الله يعني بيبذل مجهوده أكيد، مو بالسهولة يعني إنه ينهزم. جيت من المدينة؟ ايوه. عشان الاتحاد؟ ايوه. ما وراك مدرسة؟ لا. عشان عشان ايش؟ عشان راسي، عشان اليوم تعبان. يعني غبت عن المدرسة قلت تعبان وجيت للاتحاد هنا؟ ايوه. تحب الاتحاد؟ ايوه. ليه؟ كذا. ايش اللي يعجبك في الاتحاد؟ عشان ابى اروح الملعب. يا سلام. من يفوز؟ اتحاد. كم؟ 5. إن شاء الله يكون أستاذه في المدرسة ما يتابعه. أثناء المباراة غاب الاتحاد شوطا وعاد في شوط فانتزع النصر على العين الإماراتي. أحداث المجموعة مع معين السواري. على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع استضاف الاتحاد السعودي فريق العين الإماراتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا. العميد بعد خسارة الجولة الأولى بحث عن إزالة الصفر من خانة النقاط لديه ولا مجال للخطأ، لكن الغاني أسامواجيان عقد مهمة أصحاب الأرض بعد تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 36. فرصة إنهاء الشوط الأول متعادلا أهدرها مختار فلاتة بعد إضاعة ركلة جزاء للاتحاد مع نهاية الشوط. الشوط الثاني دخل الاتحاد بقوة، فكان شوط التعويض بالنسبة للفريق ولاعبه مختار فلاتة. في الدقيقة 67 استطاع فلاتة أخيرا فك لغز المرمى العينوي مسجلا هدف التعادل، هدف أشار بعده إلى رأسه وكأنه يطلب كرة أخرى بعد هذا الهدف محددا موقعها، فكان له ما أراد. 7 دقائق أخرى احتاجها فلاتة لهز شباك العين مجددا. هدفان منح الاتحاد فوزا أول في البطولة تساوى به مع العين برصيد 3 نقاط.